السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناة يون نيوز سبورت. الميركادو انتر 4 تساؤلات مهمة حول موسم انتريو. أنهى إنتريو فترة الانتقالات الصيفية باعتقاد في اللحظة الأخيرة مع مونبيا كنجي مدافع مانشستر سيتي مقابل توديع بنيامي بفورد الذي رحل صوب مارسيليا. وميركادو أثار جدلا واسعا وتسبب في هجوم أنصار النيرونتيزي على الإدارة لدعم تلبية الطموح بضم الصفقات القوية، خاصة بالسقوط الدوري في الموسم الماضي بخسارة اللقب الثلاثة التي نفس فيها حتى الرمق الأخير. ورغم تحقيق النادي لكسب ماديات كبيرة في وراء التأهل للنهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن الإنتر لم يرم بصفقات كبيرة، فكان أعلى السقف وصله بضم لويس هنريكي من مارسيليا مقابل 25 مليون يورو، عكس الأندية المنافسة مثل ميلان ويوفنتوس ونابولي. وهناك بعض الأسئلة المهمة الموجهة للإنتر بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفي. هل سيكون إنجيكي رجل المناسب يبلغ الدفاع السويسري 30 عاما وقد فاز ب 12 لقبا، شارك مع منتخب بلاده مرتين بكأس العالم ومرتين ببطولة أوروبا، فالخبرة تقف في صفه كما تعد قدراته على التقدم الأمام والهجوم جديرة بالثناء. في العام الماضي كان ربع أفضل مدافع في الدوري الإنجليزي من حيث التمريرات الأمامية، وتشير هذه الإحصائيات إلى مدى تأثير اللاعب في الهجوم. وبالنسبة للمدافع مثله فهذا ليس أمرا سيئا أبدا من الأمور التي تجسد أسلوب لعبه، تلك الواقع التي تثير ذكريات مؤلمة وسيئة للجماهير الانتر. ففي عام 2023 كان هو من بدأ الهجمة التي أدت إلى هدف وردي في نهائي دوري أبطال أوروبا بتمريراته بينية لبرنارد سيلفا ثم إلى رودي لداخل الشباك. هل سيتمكن إنسرنسيو من التعامل مع الهجوم وفق كريستيان يقول مدرب أنتر يوسبرنسي منذ صغره، فسلمه المدرب الإشارة القيادة خلال إحدى لقاءات فريق البريمير لي، ورفض عليه الهجوم الشاب بثلاثية هاتريك. لكن بالدوري الإيطالي سيكون الأمر مختلفا تماما، ويبقى السؤال: هل سيتمكن النجم الصاعد من التعامل مع الهجوم عند الحاجة إليه، خاصة إنه أول مباراة له بالدوري الإيطالي ضد أزدينيز، حيث مرر الكرة بكعبه وفتح المجال أمام ماركوس وترام نحو المرمى فيوجد على أرض اللاعب. سيتمكن انتر من تمرير الكرة أكثر والاستفادة من قوته البدنية. وفي العام الماضي سجل ييبي 12 هدفا في دوري الدرجة الثانية، والآن حصل المهاجم على استدعاء من جيناريو جونتشوز لتواجد بمعسكر المنتخب الإيطالي، مما يثبت أن لديه المؤهلات اللازمة للنجاح. فهل سيرد هذه الثقة في هذا الموسم؟ الاستثناءات عن صفقة لوكمان وحج الانتر:
تعشمت جماهير الإنتر الصفقة الكبيرة للممثلة في الضم أديبولا لوكمان، نجم وهداف أتلتيكا الذي يمتلك قدرات تؤهل للعب بأكبر الأندية. الصفقة كان يحلم بها الإنتر، لكن النادي تخلى عنه وتوقف عن أول عرض رسمي تقدم به، ورفض مثلا وعرض رفعه إلى قمة أعلى لحسم صفقات، رغم أن رغبة اللاعب كانت معلنة رسميا من قلبه بالانضمام إلى نيرتيزي. وكان من الشأن النيجيري أن يضيف على خط الهجوم تمييز لقدرته على المناورات والمراوغات، وهي صفات سعى أنتر وراءها لفترات طويلة. لكن نظر الاستحالة الصفقة وتوجيه النادي للاستثمارات في مراكز أخرى، فتعاقد مع أندي دييفا بخط الوسط وكانجي بالدفاع. وبالتأكيد سيظهر اللاعب ماذا كان فشل في التعاقد مع اللاعب مثل لوكمان سيندم عليه الفريق هذا الموسم أم لا. بقى في النسو محاولة الثالثة، هل ينجح؟ يأمل فرنسي لاعب وسط أنتر في أن يسير على الطريق الصحيح في محاولته الثالثة، فبعد موسمين من النيرزيني لم ينجح في إقناع مدربه السابق أن يجيب بقدرته حق. أصبح لاعبا بديلا، وشارك ديفيد في 89 مباراة في العامين الماضيين، منها 27 فقط كأساسي، وبأمل من الحصول على فرصة أكثر بالتشكيلة مقارنة بالموسم الماضي. فلو طال أنجرتي بأنتر لكانت المغامرة فريستي قد انتهت مع النادي، لكن مع كيوفو سيكون مستبدلا لإثبات نفسه أكثر لتأكيد مكانته وقدرته على لعب الدور أساسي. لكنه سيواجه معضلة تتماثل في وجود عدد كبير من النجوم في خط الوسط. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، ولا تبخل علينا بزر سبسكرايب والضغط على جرس الجرس من قناة يوني نيو سبورتس.